شاء الله المستهدف في زراعة 250,000 فدان داخل الدقهلية السنة دي. وصلنا في الزراعة لحوالي نسبة 70% حتى الآن، ولسه في حدود شهر اللي هي الزراعات البديلة اللي ورا الخس البدري، اللي ورا البسلة، اللي ورا في ناس بتاخد بطن برسيم. فإن شاء الله يعني هنوصل للمستهدف في الزراعة، وكل الأجهزة داخل المحافظة بتحس على الزراعة بتاع القمح إن شاء الله. يعني دلوقتي مراكز البحوث استنبطت أصناف كتير، والأصناف دلوقتي يعني عادت ملائمة للتغيرات المناخية اللي موجودة، وبتبدأ زراعة القمح من أول شهر 11 وتستمر لغاية أول شهر 1، وبيبدأ الحصاد في أول 5 أو 15/4. ايه الصنف اللي بيتم زراعته عندنا؟ والله في دلوقتي 171 95 سخا 103، وفي أصناف كتير. وزارة الزراعة ومراكز الإرشاد وإدارة التقاوي، وعلى حد علم ان الإدارة العامة لإنتاج التقاوي داخل وزارة الزراعة أنتجت تقاوي السنة دي غير الشركات الخاصة تكفي الزراعة، ومصدرين منها، يعني مصدرين منها لإفريقيا والدول العربية. فإن شاء الله موسم مبشر بالخير إن شاء الله. زراعة القمح محصول محبوب ومحصول بنحبه، وبالذات الإنتاج الجيزة 171 النوع ده صنف ممتاز جدا، إنتاج وكل حاجة. بالنسبة لمساحة زراعة القمح، الأرض خدت وشين حارة الوقت، بتاخد تنبذر وتاخد كمان وش يداري الحباية، وبعد كده بنحط على 120 سم، يبقى الصافي بتاعنا متر من القلبية للقلبية 120، يبقى صافي الظهرية بتاع القمح متر صافي. وبعد كده بنروي 10 أيام بيوم، بيكون الزرع كله طلع على وش الأرض. تسميد القمح احنا غالبا بنسمد بلدي، البلدي ده خميرة في الأرض، وبعد كده احنا بندور بقى بنحط مثلا صبر مع الحبايه، وبعد كده بنحط في التشتيه للكيماوي. اما الصبر ده بنحط اساسي مع الحبايه.